هنعمل البتاوي الطري وهنطلع شوية ناشفين ناكل بيهم جبنة، تاكلي بيهم بأي حاجة. الناشف ده هتعملي فتة، هتاكليه كده براحتك زي ما انت عايزة. البتاوي الطري انا بسيح سمنة على زيت على حتة زبدة صغيرة، ده بعمله برطمان كده او علبة تلاجة بحطه فيها للعجين، لعجين القرص او البتاوي. ده بيخلي طعمه حلو وريحته حلوه. ده يعني انا بخصصه، انا بعمل كده بخصص برطمان كده للعجين. معايا دلوقتي على 2 كيلو دقيق جبت شويه خميره، حاجه بسيطه خالص لان البتاو ما تحطلوش خميره، بس انا حطيت له شويه يفتحوه ويخلوه مورق، وشويه سكر وقلبتهم على بعض وحطيتهم على الدقيق. معايا السمنه انا مخرجاها من قبلها علشان خاطر تبقى سايبه ما تبقاش جامده. ومعايا كيلو لبن كنت جايباه ابيته من بالليل، اللبن الحليب ما تعجنيش بالبتاو عشان بينشفه، بيته من بالليل تصبح الصبح تلاقيه رايب بقشطته بكله، تعجني بيه بيخلي طعم البتاوي لذيذ. هتعجنيه اهم حاجه في اي مخبوزات العجين تعجني حلو، تاخدي عيش حلو وتاخدي خبيز حلو معاكي تعرفي تخبزي. يعني ما تعجني حلو بتعرفي تفرديه براحتك، تعجني وتلت حلو. اهم حاجه بس العجينه تبقى في الوسط، لا ناشفه يابسه وتطلع ما تعرفيش تفرديها وتبقى جامده عليكي، ولا لينه ما تعرفيش تحطها في المكنه او ترحيها. بعد ما اخلص بقى عجن حلو اعملها، بس امسح ايدي كده مسحه زيت واحطها عليه واسيب العيش يرتاح، العجين يرتاح بس ربع ساعه، وبعد كده اقرصه واسيبه يرتاح كمان نص ساعه ربع ساعه. كل ما تسيبيه يرتاح كل ما بيريحك في الخبيز وبيفرد معاكي بسرعه. هتقرصيه وتسيبيه شويه. ما تنسونيش في اللايك، لو في اي تعليق او في اي حاجه مش عاجباكم في القناه علقولي وقولولي، ويا ريت تشجعوني بلايك او بقلب اي حاجه. خلاص هنقرص وهنخلص التقريص، هنغطيه بكيس مشمع مفرش مشمع كده عشان خاطر ما ينشفش ووشه ينشف. وبعد كده تكون انت جهزتي المكنه بتاعت الخبيز، وتكوني جهزتي فرنك وحاجتك، تخبزي على طول وتسيبيه يرتاح شويه علشان تعرفي تفرديه يفرد معاكي حلو. الفرن بتبقى ناره وسط، لو انت عايزه العيش ما يبقاش لين قوي، لو انت عايزاه لين خالص علي الفرن، هيتسلق في ثانيه من فوق ومن تحت، هيتسلق بس انت في الاول ولعي الفرن من تحت وبعد كده وطيه خالص من تحت عشان ما يتحرقش الارضيه، وتخلي الشواريق في الوسط. في العيش الناشف هتجيبيه هتهدي الفرن خالص عشان خاطر يطلع ناشف وتاخدي منه عيش ناشف. خلصتي اللين تعينيه في كيس في الفريزر، تعينيه في كيس في الفريزر. الناشف هتسيبيه تعملي منه فتة، تعملي منه اللي انت عايزاه. الدقيق يا ريت يبقى شويه غله على شويه فخر، علشان خاطر الدقيق الفخر لوحده بيبقى ينضغ في الاكل ومبقاش حلو في الاكل، انما الغله بتخلي ريحه العجين حلوه وبيرجعنا لريحه خبيز زمان وايام زمان. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.